دخلنا إلى مجمع الليث التجاري في منطقة الكرادة ببغداد، والذي كان ضمن خطة التفجير الإجرامي الذي وقع أول أمس. مشاهد لا يمكن التعبير عنها بصورة أو كلمة. رائحة الموت في كل مكان، وجثث الشهداء الشباب لا تزال تنتظر من يخرجها إلى مثواها الأخير، على الرغم من مرور يومين لوقوع الحادث. اليوم نول البارحة واليوم 3 أيام بهالنهار 3 أيام يابا، كلها قرايبنا وكلها ولدنا يابا. نعيدهم بالجنة يابا عيد يابا، شلون عيد عليهم يابا؟ بالجنة يابا، بالجنة عيني، كلهم أحرار يابا، كلهم شهداء عيني. جروني انا وقعت بعد حتى نفس ماكو بس دخان. شفته بحلق الشفاه. حلق الشباك جريت نفسيا شويه وبعدين صادق قال لي شيد. اندارت قلت له بعيده، خوتي قال لي اندارت شفت الدخان والهاي قال لي انزل. يعني اذا هاي اموت. واحد ابو الاطفائيه قاعد وقعت. عاد انزل وقعت. صادق الذي فقد 10 أفراد من أهله جراء التفجير، والذي أنقذ 50 شابا في اللحظات الأولى من التفجير الدموي، حيث أدلنا على كيفية إخراج الناجين من خندق الموت داخل هذا المكان المظلم. 10 من عائلتي نجيت 50 بشر ورادوا يموتون بغرفه، وموجودين اللي نجيتهم هنا. عن عائلتك ال10؟ اطفال 3. وخلال توثيقنا لما جرى من حالات إنقاذ، وجد شباب الكرادة جثة لأحد الشباب، حيث كان أحمد شقيق الشهيد يبحث عنه لمدة يومين متواصلين، ليكون هو الشهيد الثالث بعد 80 الذي تم العثور عليهم. هذا لحم هذا؟ اي هذا لحم. اي ليه توسع حد بقايا الشهداء؟ اي هذا لحم مالي واقف، هذا عظم. بس جيبوا لنا علاقه. ما ايش لقيت هسه؟ بقايا لحم. ما شهيد؟ ما شهيدي. ما الشهيد هو ابو المحل. ابو المحل اخوه، انا هذا اخوي الشهيدي. انا صار لي ورا الانفجار ب10 دقائق دورت عليه، ورا الانفجار. يومين هاي من ذاك اليوم لهذا اليوم لحد الان ادور عليه. لا خليت مستشفيات، لا خليت هسه هاي بقينا نص نواحي. يومان متتاليان وما زال شباب اهالي الكراده يبحثون عن جثث شهدائهم الشباب في المحلات التي حرقت خلال التفجير الإجرامي. كما ترون هذا أحد أشلاء الشهيد مهند الذي نال شرف الشهادة في يعني مقر رزقه وأيضا أصدقائه، وهذا أحدى بقايا الشهيد الذي نال شرف الشهادة داخل مجمع الليث وسط الكرادة. يومان متتاليان وما يزال أهالي الكرادة ينتشلون جثث شبابهم الشهداء، فربما أن العيد في الجنة أجمل. من وسط التفجير الإجرامي في الكرادة، مصطفى عميد، قناة آسيا.